لو ما استخدمتش الخامات دي وانت بتشطب شقتك او شطبت شقتك بالبلاستيك ده، فحرفيا انت بترمي فلوسك على الارض وانت اللي هترجع تاني. طبعا انت بتسمع الكلام ده كتير، سواء من صنايعي او من حد شطب شقته او حد بينصحك، بس الكلام ده فعلا صح ولا الكلام ده فيه غلط؟ ده موضوع بقى الفيديو النهارده. طبعا لو عندك الفكر ده او انت مصدق الموضوع ده، فانت واقع ضحيه التسويق في مصر. الشركات محسساك ان المنتج بتاعي لو ما اشتغلتش بيه انت هتضيع، وساعتهم في كده صنايعيه. لكن الحقيقه مش كده خالص. معلومه بسيطه قوي تحطها حلقه في ودانك وانت بتشتري الخامات او تعرفها عموما في مصر. دي شركات بتنافس بعض، A و B و C. مفيش معلومة بتخفى على التانية، هو مش سر حربي. الدول بتعرف أسرار بعض وليها جواسيس عند بعض. أنت متخيل شركات الدهان هتعمل منتج محدش هيعرفه؟ ما هو هيتحلل. الراجل اللي بيعمله اللي شغال في المصنع ده ممكن يتفصل ويروح المصنع التاني. على فكرة ممكن الناس تشتريه بالفلوس. انا بقول لك يعني تخيل، مفيش حاجه خافيه على الشركات دي. اذا كل الشركات عندها نفس المعلومه ونفس كل حاجه. لكن الفكره كلها في واحد عمل نفسه تسويق كويس وفي واحد ما عملش تسويق كويس. انا ما بقولكش كده عشان اقول لك روح للشركه الفلانيه او سيب الشركه الفلانيه. انا بقول لك كده علشان ما تحصرش نفسك وما تبقاش ضحيه لشركات بتنهب من فلوسك ومن جيبك لمجرد ان ليها اسم. والله العظيم في بلاستيك تشطيب انا جايبه كلاس A في شركه، والله كلاس A في شركه عامل 2500 جنيه. ده رقم واحد في الشركه. في شركة تانية وصل 4، وفي شركة تانية وصل 3.5. احنا بنتكلم في فرق 1000 و 1500 جنيه في باستيلا. انت مدرك الموضوع عامل ازاي؟ كل ده علشان الشو. مفيش حد في مصر واصل في حتة بعيدة قوي اللي انت متخيلها. الموضوع بسيط جدا. حاجة مهمة تفهمها برضو على شركات الدهانات في مصر، ان مفيش شركة دهانات في مصر عندها منتجاتها من اول السيلر لحد التشطيب هم رقم واحد. بالعكس، الشركات دي كل شركة ليها حتة كده بتاعتها أو مشهورة بحاجة. يعني مثلا شركة سايبس مشهورة بالسيلر بتاعهم، كان الصنايعية تحب السيلر بتاع سايبس جدا. المعجون الخارجي السكينة الأولى والثانية لو شغل على المحارة، معروف إن لون الشيلد ده بتاع سكيب، معجون خرافي، حاجة شبه المعجون البلدي بتاعت زمان. السكينة الثالثة والرابعة أو المعجون الداخلي دايتون في JLC مشهورين بيه، وكان ال 700 في سايبس و70 70 ومؤخرا بقى الاكريكوت. يعني من الاخر مفيش شركه معروفه ان منتجاتها دي رقم واحد من اول، من البدايه للنهايه. بالعكس كل شركه تحسها مميزه في حته معينه كده. طيب لو حضرتك جبت منتجاتك من شركه A to Z، اي شركه معينه، والله ما في اي مشكله. صدقني انا ما فيش اي مشكله. اي شركه هتشتغل بيها من الشركات المعروفه في السوق ما فيهاش اي مشكله خالص. شركات كويسه، شركات ممتازه زي الفل. انت عارف بقى ايه اللي يبوظ الشغل فعلا؟ اللي يبوظ الشغل انك تجيب خامه كويسه وصارف عليها والصنايعي ما يكونش ايده حلو، ما خدمش الشغل، ناقص معجون، شغل ما تصنفرش، ايا كان الاسباب كتير قوي. او انك تختار فئه مش مناسبه للشغل، مثلا كانك تجيب بلاستيك مطفي وعايز الحيطان تتغسل، فاكيد الحيطان هتبوظ يعني لان ده بلاستيك مطفي ما بيتغسلش. عايز بلاستيك بيتغسل فعلى الاقل انت تجيب ربع لمعه او 7%. المهم انك ما تقعش فريسه للتسويق والشطاره في التسويق في مصر. والله في موضوع الدهانات ومجال التشطيبات عموما في حاجات بتبقى واخده اسم كبير قوي وهي في العادي جدا زيها زي غيرها. وفر فلوسك، وفر فلوسك، وفر فلوسك. مفيش شركه في السماء والباقي في الارض، كلهم قريبين من بعض. مفيش حاجه تستاهل ان ادفع فرق 1500 ولا 2000 جنيه في بسله بلاستيك وانا عندي زيه. صدقني كلهم كويسين. عندك أي سؤال عايز تعرف توليفة مظبوطة تشطب بيها شقتك، اكتب لي في الكومنتات، ابعت لي على الواتساب، اسيب لك رقم موبايلي برضو. لو وصلت لحد النقطة اللي احنا فيها دي، يعني لايك، اشترك في القناة. سلام. شايف البانوهات دي؟ شكلها حلو ومرسومة. السوكة بتاعتها واقفة زي المسطرة، ما فيهاش عضعضة أو تكسير أو أي حاجة. المفروض أطلع أقول لك تعالى شوف شغل عامل ازاي مظبوط وأنا اللي مطلع البانوهات مرسومة ازاي. الحقيقة مش كده خالص. الخامة نفسها هي اللي عاملة الكلام ده كله. خامة قوية مقاومة للصدمات، ناعمة وانت بتلقط عليها بتتصنفر بسهولة، ما بتعلمش بالصنفرة غير الفيوتك اللي أقل لمسة بتعلم فيها. بص بصراحة الخامة دي ممتازة. تعالى بقى أوريك باقي الشقة.